تخيل معايا راجل خارج من دارو وسيفه في يده، والهدف ديالو هو يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد أقل من ساعة غادي يولي واحد من أعظم المدافعين على الإسلام. كيفاش وقع هذا التحول؟ هذه هي القصة الحقيقية ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السلام عليكم. اليوم غادي نحكي لكم قصة حقيقية من أعظم القصص اللي عرفها تاريخ الإسلام. قصة راجل كان من أشد أعداء المسلمين، ولكن ولا من أعظم المدافعين على الإسلام. قبل ما يسلم عمر كانت مكة كلها كتعيش صراع كبير. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كيدعو الناس لعبادة الله وحده، ولكن قريش كانت رافضة هاد الدعوة وكتعذب كل واحد آمن بالإسلام. وكان عمر بن الخطاب من أقوى رجال قريش، كان معروف بالشجاعة والقوة، والناس كلها كانت كتحسب ليه ألف حساب، وكان كيشوف أن الإسلام غادي يفرق القبائل ويبدل العادات اللي تربوا عليها. في نهار من الأيام وصل الغضب ديالو لأقصى حد، وخدا السيف ديالو قرر يمشي يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم باش يوقف الدعوة نهائيا. وهو غادي في الطريق لقى واحد الراجل من قريش، شافوا هاز السيف وسولو: فين غادي يا عمر؟ جاوبوا: غادي نقتل محمد. عرف الراجل أن عمر إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم غادي توقع كارثة، وقال ليه: قبل ما تمشي سير شوف دارك، اختك راها سلمات هي وراجلها. منين سمع عمر هاد الخبر تبدل الاتجاه ديالو ومشى بسرعة لدار اختو. وصل وهو معصب بزاف، ومن قبل ما يدخل سمع واحد الصوت كيقرا القرآن. كانت اختو وراجلها كيتعلموا القرآن مع واحد الصحابي. ملي حسوا به جا خباو داك المصحف اللي كان في يدهم. دخل عمر كيغوت وسولهم: شنو كنتو كديروا؟ قالوا ليه: والو، ما كنا كنديروا حتى شي حاجه. ولكن عمر ما صدقهمش وشد النقاش بيناتهم لدرجه انه ضرب راجل اختو، وحتى هي منين حاولت توقف بيناتهم ضربها وسال الدم من وجهها. منين شاف الدم في وجه اختو بحال الا هبط الغضب ديالو شويه، قال لها: اعطيني هذا اللي كنتو كتقراو. قالت ليه: لا، حتى تغتسل لان هذا كلام الله. جا عمر وتوضا ورجع خدا داك المصحف وبدا كيقرا اول ايات من سوره طه. كل ما كان كيقرا قلبه كان كيتبدل، الكلمات دخلت لقلبه بطريقه ما عمرها دخلت ليه من قبل. وقف ساكت وبقى كيعيد دوك الايات. من بعد هز راسو وقال: ما احسن هذا الكلام. في اللحظه خرج الصحابي اللي كان مخبي وقال: يا عمر، والله إني لأرجو أن تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك قد استجيبت من الله. حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم ملي كيدعو كيقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. هنا عمر قال: فين كاين محمد؟ بغيت نمشي عنده. مشاو معاه حتى للدار اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. منين شافوه جايب السيف بعض الصحابة خافوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خليه يدخل. دخل عمر وشدوا النبي صلى الله عليه وسلم من الثوب ديالو وقال لي: أما أن لك يا عمر. هنا عمر قال الجملة اللي فرحت المسلمين كاملين: جئت لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وفي هذه اللحظة الصحابة كبروا حتى سمعهم أهل مكة: الله أكبر، الله أكبر. كان هذا النهار من أسعد الأيام عند المسلمين. من بعد إسلام عمر تبدلت بزاف ديال الأمور. المسلمين اللي كانوا كيصليو في الخفاء ولاو كيصليو قدام الناس، وعمر ما بقاش كيخاف من حتى شي حاجة من غير الله سبحانه وتعالى. حتى قريش ولات كتفكر 1000 مرة قبل ما تعتدي على المسلمين. ومن بعد سنوات ولا عمر تاني خليفة للمسلمين بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان معروف بالعدل ديالو، حتى قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وهكذا الراجل اللي خرج من داره باش يقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجع من عنده مؤمن ولا واحد من أعظم رجال الإسلام. العبرة من القصة: الله سبحانه وتعالى قادر يغير قلب أي إنسان مهما كان بعيد أو معادي للحق. لذلك ما خصناش نيأسوا من هداية أي شخص ولا نحكموا على الناس من ماضيهم، لأن الهداية بيد الله وحده.